حياكم الله متابعين وزبائن معمل ومعرض نجارة عمار للأثاث العراقي وغرف النوم. جاز عندنا اليوم موديل خيال. هاي الغرفة نجارة عراقية 100% من إنتاج معمل ومعرض نجارة عمار للأثاث العراقي وغرف النوم. تعتبر هاي الغرفة من الدرجة الفاخرة ومن ضمن أصباغ البوية الدرجة الفاخرة. كل النقوش المتوفرة على الغرفة من الخشب الزان الثقيل، يعني شغل درجة أولى. وبالنسبة للتصميم ما أوصف لكم، راح تشوفونها وانتم تحكمون بنفسكم. غرفة كلش حلوة ومرتبة، تقطيعات مكثفة، جرارات مكثفة، فشي كلش نازك. مثل ما قلنا كل النقوش والخشب الموجود عليها بالخارج كلها تكون بالخشب الزان الثقيل، وايضا تكون بنظام اللوكنز. كل الغرفة تكون مرتفعة من الارض بهذا الترتيب. الوجه راح يكون ام دي اف 5 ملم، والداخل صاج طبيعي 4 ملم، واكيد الظهر شرشوبه شد براغي، بالاضافه للقاعده والسقف للكنتر والزاويه بلوك صاج 16 ملم. والنرماده اكيد شريطيه على طول الباب، ولا ننسى المسكات والكيونات كلها تكون من المواد الدرجه الاولى. نجي على قياسات الغرفه. ارتفاع الكنتر والزاويه راح يكون 270، العفو 270 سنتيم. عرض الكنتور واحده 3 مترات و45، عرض الزاويه 125، يعني مجموع قياس 4 مترات و70 سنتيم ضلع كامل. اللي يسالني دائما يدخل لي السعر انا احب اذكر السعر بالاخير، العفو السعر بالاخير، حتى يكون اللي المشتري يشاهد الغرفه او يتاكد من مواصفاتها حتى يسالني. هاي الغرفه عليها تخفيض حاليا، سعرها 3 ملايين ونص فقط. وبالاضافه السؤال الثاني اللي متكرر انه الصوميه صغيره او هاي الصوميه او المناميه، احنا نخليها هاي للتصوير مجرد شكل. او الصفاحيات ما موجوده مال تربايه، ايضا الصفاحيات ما نشدهن، لان الغرفه راح تتصور وتنقل بغير مكان حتى تدخل وحده ثانيه للتصوير. نرجع للغرفه، قلنا القياسات مجموع قياسها 4 مترات و70 سنتيم. نجي على التقطيع الداخلي للكنتور. مثل ما قلت لكم تقطيعها مكثف. هاي الغرفه الباب الاول راح يكون وحده وبهذا الترتيب ببورة علاقه فقط، وبالاعلى باب ملحق للخزن. الباب الثانيه ايضا مقطع رفين حاليا هاي، وبالاسفل 3 مجرات. كل المجرات الموجوده بالغرفه راح تكون تحفير بالخشب بهذا الترتيب، يعني شغل درجه اولى. البابتين وسط حاليا مقطع رفين بهذا الترتيب. وايضا بالنسبه اللي يحب تغيير بالتقطيع جاهزين الموفره له. هاي الغرفه مقطعه تقطيعها كلش حلو، 4 مجرات بالوسط بهذا الترتيب، مجرات صغار يعني مو على طوله. ترتيبها وتفاصيلها كلش حلوه. هاي الغرفه هواي بيها تفاصيل. الباب الخامسه حاليا مقطع رفين نفس الباب الثانيه. بالاسفل ايضا 3 مجرات. الباب الاخيره حاليا مقطع بورة علاقه فقط، وبالاعلى باب ملحق للخزن. ترتيبه كلش حلو الكنتور، يعني باكثر خصوصيه، الخانات منفرده هواي. زاويه الملابس حاليا مقطع رف زائد بورة علاقه بهذا الترتيب. ومثل ما قلت لكم الارماده شريطيه على طول الباب، هذا تصميمها. وايضا القفيز فراشه الاصلي لسهوله النقل والشد. بالاعلى بابتين ملحق للخزن. بالنسبه للنقوش الموجوده اسفل الكنتور اللي هي احنا نسميها كفاسيج، هاي كلها تكون من الخشب الزان الثقيل، يعني مو ام دي اف، فقط الوجه مال الابواب ام دي اف. نجي على الشربايه، قطعه كلش مرتبه، كلها تكون من الخشب الزان الثقيل، والدوشه مخياط يدوي بهذا الشكل. قطعه كلش نازكه وحلوه. بها كوموديين على الاطراف، كل كومودي ب4 مجرات. ايضا حتى جرارات النواعم كلها تحفير. شوف السلاسه بالاستخدام كانه ماسكه حديد. هاي دليل على نظافه النجاره اللي بيها. ولا ننسى المناميه راح تكون لوح رقم 6 ارجل. قطعه كلش حلوه. راس الناصه ايضا من الخشب الزان الثقيل، والدوشمه خياط نفس القطعه الراس العالي. ميز المرايه ترتيبه كلش حلو نازك.
بابتين على الاطراف، وبي 10 مجرات فقط. الميز 10 مجرات. وشوف السهوله بالاستخدام. قطعه كلش مرتبه. ايضا شرشوبه الميز كلها من الخشب الزان الثقيل. نجي على الجزامه او ميز الملازمه. حاليا حتى الجزامه هالمره مقطعه اكثر، كل باب وحده واربع مجرات. يعني شفت الشغل بعينكم وانتم راح تقيمون. مثل ما قلت لكم السعر 3 ملايين ونص شامل اجور النقل والشد. يعني هذا التصميم وهذا العمل وهذا الصبغ بهيك سعر. بعد ما اقدر اوفر لكم بهيك مواصفات اقل من هذا السعر. ولو يصير بعيوني تدللون. ولا ننسى القطعتين الاضافيه هديه شاذلون وطابوريه. عنوان نواصب قضاء عزيزيه منطقه معمل فخري. حياكم الله.